وتعالوا نشوف بقى العيش، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الجمال. بجد النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا زي ما انتم ما شايفين كده. بص العيش منتفخ ازاي وطلع قابب ما شاء الله. وعايزة اقول لكم الارتفاع اللي انا عملته للعيش بتاعنا، او مجرد ان انا فردت الرغيف، انا ما حبيتش ان انا اخليه عريض علشان ما يبقاش فيه لبابة من جوه، وعشان كمان يستوي معايا كويس جدا. بصوا من جوه عامل ازاي، ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. عايزة اقول لك هنا ملحوظة كمان، لما تيجي تنقلي رغيف العيش بتاعك ما تبصمهوش، يعني لازم تمسكي رغيف العيش كده كويس جدا، زي ما انا كنت شايفاني كده وانا بفرده بالمردانة بتاعتي وكنت ماسكاه وبنقله على طبق. لازم تنقليه بالطريقة دي علشان ما يبصمش معاكي في النص، ولو بصم معاكي الرغيف مش هيرتفع بالشكل ده. بصوا كده ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. حطي بقى في جبنة، حطي فيه أي حاجة، ما شاء الله، سندوتش جاهز كده على طول. يلا بقى ما تنسونيش في لايك وكومنت تشجيعي منكم، وشكرا والسلام عليكم.